شقتنا. مساك الله بالخير يا شيخنا. الله يمسيك بالخير. حيا الله ضيوفنا مشايخ الدعاة جزاكم الله خير. كيفك يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن ولا لا؟ عمار؟ ما شاء الله هذا الاسم مضبوط، ابوك مسميك عمار. ها؟ ان شاء الله عامر ان شاء الله بذا الدنيا وبأجر واجد. ها؟ تتعود على مكتب الدعوة وتروح وتجي ما شاء الله عليك. حياكم الله مشايخنا. الله والله ما شاء الله الحلقة اللي مضت كانت والله ما شاء الله جمرنا واجد ولا لا يا شيخ؟ اي والله الحمد لله. كيف الاصداء يا شيخ بالله؟ كيف الاصداء يعني في المكتب عندكم عقب ذا الحلقات والمجموعه الطيبه اللي يتصلون العوائل والاسر نصايحكم حدثنا اي والله يفوق يا رب. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. جزاك الله خير عبد الكريم حقيقه. واولا حقيقه نرحب بمشايخنا الكرام الشيخ عبد العليم ادريس الشيخ جمال محمد ونشكرهم حقيقه على تجسمهم العناء وحضورهم والاخ عمار لا الأخ عمار طبعا هذا من قرابتنا. ولدك من قريب بس يقرب لي ولد أنا رجل أمه يعني. يعني فنرحب بالجميع حتى نرحب بالأخوة والأخوات اللي يتابعون حقيقة ونشكر لهم حقيقة جلوسهم وتفاعلهم. نعم. وهذا حقيقة كما ذكرنا في حلقات سابقة أخوي عبد الكريم أنهم هم زادنا في هذا البرنامج. الشيء الرائع والجميل حقيقة أنه الأصداء كانت يعني وإن كنا نحسن الظن والحمد لله لكن نعم. كانت أكبر مما نتوقع. الاتصالات والمكتب الحمد لله يعني والأخوان من الحمام والسلية. نعم. وحتى المشايخ اللي يشاركون معنا جزاهم الله خير نسأل الله يحرمهم الأجر. ردود الأفعال اللي يذكرونها لنا حقيقة تثلج الصدر وتدعو الواحد حقيقة هذا أهم شيء المسؤولية وهذا فضل الله سبحانه وتعالى وأكرم بها من نعمة. نعم. أنك حقيقة تكون سبب في هداية شخص أو أنك تعمل في مجال يكون هذا المجال هو من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى وهذا فخر الإنسان وهو الزاد الحقيقي حقيقة لنا في هذه الدنيا وبعد موتنا إن شاء الله بعد عمر طويل وعمل صالح نسأل الله يثبتنا إياكم على طاعته حتى نلقى غير مبدلين ولا مغيرين. أنت لاحظت يا أبو عبد الكريم وهذا حقيقة مردود الأفعال يعني ما نخرج من حلقة بحمد الله تعالى إلا الأعداد ما تقل عن 5 أو 7 ولو امتد الوقت يمكن زادت الأعداد. حتى فيه ناس بعد الحلقة يتصلون علينا حقيقة ويتصلون على المكاتب وذكرت لك حقيقة كثير منهم الشيخ نوح وغيرهم من المشايخ الأفاضل. الأخوات حقيقة جزاهم الله خير في البيوت انقلبوا إلى داعيات بتعاملهم وتعاطيهم. أنا أريد حقيقة ننقل صورة الآن رائعة من صور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كنا نقول يعني إذا كان هذا الإنسان اللي كان كافر ومشرك بالله سبحانه وتعالى إما أنه يعبد صنم أو مثلث يعبد المسيح أو يعبد الصليب ثم حقيقة بكلمات تؤثر في هذه الكلمات وينقلب إلى موحد عابد الله سبحانه وتعالى. واحدة الأخوات لاحظتها في الأسبوع الماضي لما سألناها وش أعجبك في الإسلام قالت كل شيء أعجبني الإسلام بل كل الإسلام أعجبني. هذا إذا كنا هذا الإنسان المشرك اللي كان عدو للإسلام يصبح محب للإسلام نعم. بعد أنه يسمع كلمات فمن بالك بأبنائنا وبناتنا حقيقة الذي يكون عليه بعض التقصير أو هنالك بعض الانحراف يعني هذا حري يكون أقرب للعودة إلى الله سبحانه وتعالى إذا ذكر هو فقط مثل الذهب إذا كان حقيقة يعلوه بعض الغبار يحتاج إلى مس ثم يعود لامعا صقيلا. أنا سأنقل صورة جمالية رائعة من منهج النبي عليه الصلاة والسلام قبل حقيقة أن أخذ من وقت مشايخنا الكرام وأريد حقيقة الجميع الإخوة والأخوات أن يعيشوا معنا هذا الموقف وهذا المشهد ويتصوروه حقيقة ويعيشوا في تلك الفترة الطاهرة الزكية النقية في المرحلة النبوية. المجلس يا أبو عبد الكريم ويا أخوان ويا أخوات كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أطهر الخلق وأعلاهم وأحبهم إلى الرحمن سبحانه وتعالى بأبي هو ونفسي وأمي وولدي صلوات ربي وسلامه عليه كان جالس في المسجد. طيب من الحضور لو لاحظت من هنا أبو بكر وهناك عمر وهذا جالس سعد بن أبي وقاص وهذا عمار بن ياسر وهذا عثمان بن عفان وهذا علي بن أبي طالب وهذا الزبير بن العوام عبد الرحمن أنعم بهم المجلس يعني في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوان لو بذل الإنسان عمره أن يعيش لحظات في ذلك المجلس والله لكانت رخيصة يعني عمره يبذله في اللحظات. في هذا المشهد ونحن نعيش التصور هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس والصحابة من حوله جالسين يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم. فجأة يدخل شاب يدخل مسرع ويتخطى الصفوف يعني هذا الشاب أكيد ما أحضره إلا شيء أشغل ذهنه فإذا به يتخطى الصفوف يقفز من بين أكتاف الصحابة ثم يجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني حدث شيء مهم أو حدث مفزع أو خبر يعني حقيقة جعله أنه حتى أنه ينسى المشهد هذا أو المكان هذا ويجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل قال يا رسول الله علمني؟ هل قال يا رسول الله ادعو لي؟
هل قال يا رسول الله هنالك خبر أمي تموت أو أخوي يموت أو عدو جاء؟ قال لا. قال يا رسول الله إذن لي في الزنا. فما بالك أبو عبد الكريم لو دخل علينا واحد الآن وقال نفس الكلام، حقيقة نستنكر الأمر هذا، يمكن نضربه يعني. نعم. يعني تخيل هذا المشهد، والشاب جالس ويسأل النبي وشو في المسجد وبين الصحابة وفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلب الزنا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمح له بالزنا وهو من كبائر الذنوب. فهل عامله النبي صلى الله عليه وسلم بشدة وغلظة ودفعه ونهر؟ الصحابة قاموا طبعا فأجلسهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتركوا هذا من اختصاصي أنا. الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الرجل يعني حقيقة، وكان كلام جميل للدكتور عبد المحسن الباز الله يمسيه بالخير، يقول هذا الرجل أتاه يعني ما كان يتكلم بعقل حتى يكلم مع بعقل، كان بعاطفة تدفعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ فانتفض ذلك الشاب كأنه أفاق، يعني كأنه كان في سباته، فقال لا والله يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قالوا الناس ما يرضون لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله، اشتد الأمر عنده، يعني هو أفاق كأنه. فقال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، أترضاه لأمك أو لبنتك لعمتك؟ ويقول لا يا رسول الله، لا يا رسول الله، وكأنه أفاق. ثم وضع النبي صلوات ربي وسلامه على تلك اليد الطاهرة الزكية وضعها على صدره، فقال اللهم حسن فرجه، يعني ودعا له بدعوات طيبة. فقام، يعني تخيل هذا الأمر الذي قد يأخذ منا أشهر أو سنوات أو أيام طويلة، لحظات أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بذلك الشاب يقوم وأكره شيء إليه هو الزنا، بعد أن كان أحب شيء إليه هو الزنا. فحقيقة هذه صورة من صور الدعوة النبوية صلوات ربي وسلامه عليه. وندعو حقيقة الجميع أن يتعامل مع المخطئ ومع المذنب مع المقصر بهذا الأسلوب النبوي الذي هو أكمل الأساليب وأعلاها وأسناها. حقيقة لا أريد الاستفاضة في الحديث، فمعنى المشايخ حقيقة أريد أن نستفيد من علمهم. حقيقة ندعو الأخوة والأخوات من كان لديه من الأخوات إما من الجنسية الأريترية باللغة التجرينية، وستكون هي حقيقة أكثر حديثنا الليلة، وأيضا سيكون الشيخ جمال متحدثا باللغة الأمهرية، حقيقة نعرض فيها جانب مهم وهو جانب الصلاة وشرح لها لمن أراد الاستفادة. وندعو الأخوة والأخوات حقيقة أن يتفاعلوا معنا ويحضروا كل من يعرف أو من يكون